اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام البنات، كيف نتوما؟ مزيانين؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير وفرحانين دائما البنات. ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم دوجة البسيطة، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة اللي كنتمنى ينال اعجابكم. وكنتمنى تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا على المكونات وعلى طريقة التحضير. واليوم ان شاء الله نشارك معكم تحليه اللي كتجي رائعه البنات، وكتجي لذيذه البنات بزاف بزاف، وكتجي ما شاء الله. وغندوزو ان شاء الله في طريق، ندوزو المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجو البنات في التحليه ديالنا. عندنا هنا واحد الفلان بالنكهه ديال الكراميل، وعندي هنا 4 الحبات ديال التمر، وعندي هنايا اللوز، وعندي هنا واحد البنانه والحليب. اول حاجه البنات غادي نبدا منها هو غادي نجيب واحد الاناء، وغادي نقطعوا فيها البنات البنانه، نقطعوا فيها كطرف صغار. وبالنسبه للتمر البنات ضروري انكم تختاروا داك التمر يعني اللي كيكون معسل، ماشي هذاك القاصح. وبالنسبه للحلاوه البنات كما كتشوفوا معايا ما ضفتش السكر، يعني درت التمر، غير التمر ما شاء الله كافي باش يعطي الحلاوه. وبالنسبه لكم الا بغيتوا ديروا السكر ديروا السكر، عود يعني عود التمر، وانتم يعني واختياركم نتوما وشنو بغيتوا. الصراحه البنات التحليه كتجي رائعه وكتجي لذيذه بزاف بزاف البنات. هنا البنات غادي نجيب الخلاط باش غادي نطحن هاد المكونات كاملين. ما تديوش البنات على صوتي، راني مريضه. دعيو معايا بالشفاء. الله يشافيني ويشافي الجميع المسلمين يا ربي، كاع اللي مريض الله يشافي. هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما ضفت دوك المكونات غادي نضيف عليهم كذلك الفلون، وغادي ندير الحليب، وغادي نطحن هادشي كامل البنات ونرجع معكم. هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما طحنت هاد المكونات كاملين غادي نجيب واحد الكاسرون او طاوه باش غادي نكبوا هاد الخليط، وغادي نحطو فوق النار. وبالنسبه للغليانه البنات ما تخليوش يغلي بزاف، غير مجرد ما تشوفوا يعني الحليب باغي يفيض طفيو عليه. هنا البنات غادي نحطو فوق النار ونرجع معكم. هنا البنات راني حطيته فوق النار وحطيته يعني برد واحد شويه. دابا غادي ندوزو باش نصفيو في واحد الصفايه، وضروري تصفيوها البنات باش تجينا يعني التحليه ديالنا، باش تجينا يعني زوينه. من بالنسبه للتصفيه راكم شفتوا يعني يعني ضروري غادي يبقى شي حاجه يعني من داكشي ديال التمر. وهنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما صفيتو، ها يعني اشنو بقى لينا من بعد ما صفيتو. وهنا البنات غادي ندوزو باش نكبو في الكويسات او الزلايف او اللي كان عندكم البنات. وهنا البنات عندي هاد الكويسات غادي نعمرهم بحال هكا كيف ما كتشوفوا معايا. ومن بعد غادي نحطوه في شي بلاصه هكا او في الثلاجه. هنا البنات غادي نحطوه باش يعني باش يشد راسو كما كتشوفوا معايا، ونرجع معكم تمشيو فين.
وهانتوما البنات يعني من بعد ما حطيتو ساعة ونص اللي حطيتو يعني يعني هكا باش يشد راسو كيف ما كتشوفوا معايا. غادي ندوزو نزينو. وهنا البنات من بعد ما زينتو هكا بشويه ديال البنان واللوز مهرمش. الزين كيبقى اختيار البنات، زينو باش ما يعني اللي كان عندكم او خليوها بلاش ماشي ضروري. وهذا هو لا فيديو اللي شاركت معكم اليوم البنات، والتحليه اللي شاركت معكم اللي كتجي رائعه البنات، اللي كنتمنى تجربوها، كتجي لذيذه البنات. واللي كنتمنى البنات تنال اعجابكم. الى عجبتكم كيف ديما ديروا اللايك، ديروا التعاليق. وشكرا لكم البنات، الله يخطيكم بكم يعني باش كتكبر القناه ديالي وباش كنزيد القدام، ويعني كتخلوني انني نشارك معكم بحال هاد الوصفات السهله. وشكرا لكم البنات، ومبقى لي دابا نقول لكم السلام عليكم.